كنتي كتفكر تبدا تجري وكتقول غدا السيمانه الجايه ولا الشهر الجاي، فهاد الفيديو ليك. ما خصكش نيو شوز وما خصكش لا موتيفاسيون، اللي خصك الرايت مايند سيت ايزي بروغرام باش تبدا. فخليك معايا في هاد الفيديو غادي نبسط لك كيفاش تبدا كبيجينر باسهل طريقه. اكثريه ديال الرانرز كيحبسوا مور ما كيبداو لانهم كيحسوا بالمعاناه، النفس مقطوعه، الالم في الجسم وركابي ثقال. اسمح لي نقول لك هذا الشيء ماشي هو الجري، هذا الشيء سميتو انك بديتي بدايه غلط. كيفاش غادي نبدا؟ هذا الشيء اللي غادي نشوفو عندك 5 ستيبس اللي غادي نعطيهم لك كبيجينر. الا تبعتيهم اكيد غادي تيمبروفي الرانين ديالك. اول خطوه هو انك تبدا بشويه، تكون قادر انك دير conversation while you're running، بمعنى انك كتجري وكتهضر بلا ما تقطع عليك الهضره. الا ما كنتيش قادر دير هذه القضيه، المعنى ديالها انك كتجري بسرعه طالعه، والشيء اللي ما غاديش يخليك تكمل. غادي تحس براسك كتجري ثقيل، سورتو الا كنتي في شي بلاصه فيها الناس غادي تحس بهم كيدوزوك، ولكن ماشي مهم. خلي ليغو ديالك في الدار حيت هو اللي غادي يوقف في طريقك الا بغيتي تيمبروفي في هذه الرحله هذه. ستيب الثانيه هو الكونسيبت ديال وورك ران وورك، بمعنى كتجري 2 دقائق وكتمشى دقيقه، كتجري 2 دقائق وكتمشى دقيقه. الطوطال ديال هذه الحصه كيكون ما بين 15 دقيقه و20 دقيقه، ما تفوتش هذه المده. ثالثا نسى السرعه اللي هو البيس، غادي نهضر فيه من بعد. بغيت نخلي هذا الفيديو بيجنر فريندلي، ما بغيتش نزيد نتعمق باش ما ندوخكمش. قلنا ستيب الثالثه نسى السرعه اللي هو البيس، ونسى الديستانس اللي هما الكيلومترات. ركز في الوقت، التركيز كامل يكون على الوقت. فحصه ديال 20 دقيقه 2 ديال المرات في السيمانه مزيانه، ما ديرش اكثر من هذا الشيء. الا قدرتي دير 3 المرات في السيمانه غادي تكون احسن. الحاجه الرابعه هو الاستمراريه. بغيتك تكون واعي بانه بزاف ديال الايام ما غاديش تبغي تمشي تجري، وهنا فين بغيتك تمشي وتبين لراسك بانك كاين. الهدف ماشي هو تجري غير ملي كتحس براسك مزيان، بغيتك تو كيب شوين اب نو ماتر وات، حيت حتى الايام اللي ما كتكونش حاسس براسك مزيان وكتمشي تجري حتى هما كيتحسبوا لك. لاست ثينغ هو انك غادي خصك تصبر. عادي في الاول تحس بالعيا، الاورغانز ديالك باقي ما تادابطاوش، ولكن غادي تادابطا مع الوقت. وهاد الخطوه هذه مهمه بزاف الا بغيتي تخلع النيفو اللي غادي توصل فيه من بعد. النورمال تحس برجليك تيضروك، الريه ديالك بحال مخنوقه، ولكن بغيتك تصبر وعطي راسك الوقت، انه من بعد غادي تفاجئ في راسك بالديستانسز اللي قدرتي توصل لهم من مور ما دزتي هاد المراحل. بليز عطي راسك الوقت. واحد ديسكليمر اللي بغيت نشير ليه قبل ما نسالي الفيديو هو انه بالنسبه للناس اللي اوفر ويتد، يعني الوزن ديالهم زايد، فما كنصحهمش نهائيا يبداو بالجري. من الاحسن تبدا بالمشي ولا تبدا بالسايكلينغ. السايكلينغ اندور ولا بيكالا عاديه تقدر دير بها كيلومترات باش تخفف من الوزن اللي عندك، عاد من بعد دوز الجري. حيت الا بديتي تجري نيشان غادي تاثر على المفاصل والركابي ديالك which is not good، وهذا الشيء اللي ما بغيناش. بغيناك تبدا بدايه صحيحه. وكما شفتوا كانوا هادو هما ستيبس اللي اي واحد يقدر يبدا بهم، وتقدر تبدا بهم من دابا الا كنتي فريمون بغاغي تبدا تجري. واحسن حاجه هي تخلي في دماغك ديما الفكره ديال انك متقارنش راسك بالناس الاخرين، وتحاول تيمبروفا واخا 1% كل نهار. الا بغيتي تبدا فدابا هو perfect time. Just stay consistent and trust the process. Believe me غادي تخلع من المستوى اللي غادي توصل له ومن النسخه الجديده ديالك. ما تنساش سبسكرايب و لايك الا عجبك الفيديو، باقي جاي advanced content من هنا لقدام. Peace.